السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وهنا يا رب العالمين. معانا وصفة تجنن في البتنجان بالبتنجان. معانا الوصفة دي حلوة. هو نوع من المقبلات. بس بتنفع برضو عادي لو انتي ما بناكل طبق كده لوحده يعني كده ماشي وكده ماشي. بنجيب البتنجان، هو بيحب الوصفة دي بتحب بتنجان كتير يعني. هاتوا بتنجانتين كبار كده، هنقطعها زي ما انتوا شفتوا كده وبعد كده هنقطعها مكعبات. تمام، انا عايزة كل قطعية او كل حاجة هنقطعها في الوصفة دي تكون متقاربة لبعضها، يعني اللي هو البتنجان قد العيش اللي احنا هنشوفه دلوقتي اللي هو زي الميني كده يعني. وكل حاجة قد بعضها عشان حتى في الطبق بتاعي تبقى الحاجة مظبوطة وشكلها كله متناسق. تمام كده. هقطع البتنجان زي ما احنا شايفين كده مكعبات. كله يعني هجمعه في الطبق وهحط عليه بعد كده معلقة ملح، ممكن ننقعه في مية بملح وممكن ملح بس ينزل ميته وبعد كده نشطفه. ما نقلقش ان هو مش هيشرب الزيت يعني الملح بتاعي كله. بس كده زي ما احنا شايفين. هحط بقى عليه معلقة ملح حلوة كده وهقلبها فيه بحيث ان هو يركن شوية على جنب ينزل ميته وبعد كده اشطفه كويس وبعد كده اقليه. تمام كده زي ما احنا شايفين. هجيب دلوقتي العيش بتاعي. انا عندي هنا ما كانش الشامي اللي هو الخفيف الابيض بالدقيق الزيرو. انا كان عندي اللي هو المخلط بالبلدي والزيرو. نافع كده؟ نافع، مشي معايا وكان طعمه تحفة. والتاني ينفع برضو بس يعني حاولوا ان انتوا تجيبوا تاني لو متوفر، مش متوفر متوفر ده تمام. بس كده هقطعه برضو التقطيعة الصغننة المكعبات اللي انا عايزاها علشان تبقى ماشية معايا في الوصفة كلها. بس كده. الوصفة دي وصفة شامية أصلا يعني. بس احنا بنحب بقى كمصريين يعني نطلع كده الروح المصرية يعني اللي جوانا يعني. بس فاحنا بنعمل دلوقتي هنقلي العيش بتاعنا الأول قبل البتنجان عشان البتنجان بيغمق لي الزيت. وهقلي العيش بتاعي، خدوا بالكم عشان بيحمر بسرعة قوي. وبالذات كمان الشام التاني اللي هو الخفيف الأرق كمان يمكن ده تخين شوية فبياخد لون زيادة عن لونه. طلعوه، هو لونه خلاص لسه فاتح. طلعت العيش بتاعي خلصته وحطيت البتنجان زي ما احنا شايفين كده. العيش بتاعي لونه كله حلو، لونه ذهبي. انا عايزة اللون ده والحقوه يعني اللي هو ايه، ما يفضلش كده زي ما احنا شايفين كده علشان ما يتحرقش مني بس على النار. هقلي البتنجان برضو قلية حلوة، ميبقاش برضو اللي هو ولا ني ولا كده يعني اظبط قليه. واطلعه بعد كده احطه على جنب. كل حاجة تتحط تتصفى تحت منديل مثلا او صفاية لو عندكم مصفى يعني. هجيب دلوقتي هعمل الصلصة بتاعتي. هعملها، هحط دلوقتي الزيت وهحط فيه شوية توم حلوين كده بتاع يعني حلوين يعني. هو انتوا اتوصوا شوية في التوم علشان انا مش ده كله للصلصة بتاعتي، لا انا هاخد منه للتزيين يعني وللوش وللفتة نفسها من جوه. تمام كده. هحمره تحميرة كويسة برضو، ناخد بالنا من التوم علشان بيتحروق بسرعة او بيتلسع بسرعة يعني. بس كده زي ما احنا شايفين اهو لونه كده حلو. هصفي شوية حلوين من الزيت كده واطلعهم وهحط على الباقي اللي عندي الطماطم. كوباية طماطم حلوة كبيرة كده يا دوبك يعني، مش اللي هي تغرق لي البتنجان، انا مش عايزاه متغرق قوي يعني اللي هو يشرب ويطرى قوي. وبعد كده هحط عليها دبس رمان، هو ده اللي بيدي مزازة حلوة قوي وطعم حلو قوي. حطوا معلقتين تلاتة كده حلوين بيدي مزازة وطعم لطيف جدا. وهحط بهارات كده كاملة على بعضها يعني دقة. تمام، فيها كذا بهار كده. بس كده. ممكن بقى دلوقتي نسيبناها على النار وهنروح نعمل الصلصة البيضة بتاعتي او الصوص الابيض. انا جبت زبادي، عايزين كوباية كبيرة حلوة او كوبايتين كبار. وهحط عليها نص كوباية طحينة. انا عايزة اقول لكم ان الطحينة هنا كانت كمان زيادة شوية، يعني احنا ممكن ننقص الطحينة شوية. تمام. وهنحط معلقة توم صغيرة مش كبيرة مفرومة. وهنحط ليمونتين ونظبط الملح بتاعها يعني على حسب المزازة بتاعتكم انتوا تقبلوها ازاي. عايزين ليمون تاني زودوا ليمونة كمان، عصير ليمونة كمان. مش عايزين برضو دي حاجة ترجع لكم تبع التيست بتاعكم انتوا. بس كده هحط الملح حسب برضو كل واحد والتيست بتاعه. انا ما حبيتش ان هي تبقى يعني اللي هي حادقة شوية علشان احنا ما ننساش كان في عندنا الصلصة محطوط فيها ملح، وكمان العيش هنبهره بشوية ملح، فالدنيا كلها تبقى مظبوطة مع بعضها. تمام.
هافضل اقلب في الصوص بتاعي بحيث ان هو يبقى قوامه حلو. لو لقيتوه تقيل شويه زودوا عليه شويه لبن صغيرين او شويه ميه، يعني على حسب المتاح عندكم. زي ما شايفين بحط على العيش بتاعي شويه ملح دقه برضو، يعني مش ملح صافي، وبرصه تحت خالص. بجيب بقى الصينيه بتاعتي او الطبق بتاعي او ايا كان الحاجه اللي هتحطوا فيها، يعني احط عيش من تحت حلو كده، اسيب شويه بس للوش شويه صغيرين، اجيب البتنجان بتاعي كله اروح حاطاه فوقيه زي ما احنا شايفين. تمام كده. بعد كده اجيب التوم بتاعي اللي هو المقرمش اهو، ونحط شويه كده نرش كده على الوش، بيبقى طعمه حلو قوي، عشان ان هو يبقى يعني في كل معلقه يطلع معايا القرمشه زي البصل المقرمش كده يعني، بس بيبقى طعمها لطيف قوي. ما تخافوش مش هيتعب معدتكم، هيبقى مظبوط يعني، عشان هو مقلي وطعمه مش اللي هو يعني مش هيخليكم ان انتوا تشمئزوا يعني منه. واحط الصوص بتاعي بتاع الصلصه، احط الصلصه كده اوزعها مش في مكان واحد، بحيث ان يبقى في كله. ومعايا حمص، انا كان متاح عندي بصراحه ده بس، يعني ما كانش عندي اكتر، بس هو شغال يعني ماشي، الدنيا كانت جميله قوي فيه برضو، حطيته كده ووزعته زي ما احنا شايفين. عندكم كميه اكبر برضو براحتكم اللي انتوا حابينه تزودوا فيها. هحط بقى الصلصه البيضاء او الصوص الابيض بتاعي من على الوش كده، واحاول ان انا اوزعه في كل الصينيه بتاعتي. تمام، زي ما احنا شايفين. بس وبعد كده بحط بقى فوق بزين كده تبع اللي انتوا عايزينه يعني، او على حسب رغبتكم انتوا في التزيين. حطيت شوية عيش اللي هو المقرمش بتاعي ده، وحطيت بشوية بقدونس، وهحط التوم المحمر بتاعي برضو بطريقة لطيفة كده. وبس كده يا حلوين، وزي ما احنا شايفين يعني هي بتتكلم عن نفسها اصلا، وطعمها حلو قوي. يعني جنب مشاوي بقى يعني اللي انتوا حابينه، جنب لوحده، جنب حاجة تكون سريعة طبعا ما فيهاش ولا رز ولا عيش، لأن هو في عيش ورز ما ينفعش جنبهم، فاللي انتوا حابينه برضو. وبس كده. بس عايزة اقول لكم ان طعمه الميكس نفسه اصلا كان خطير بصراحة، يعني الطعم نفسه كان حلو قوي. اللي هو آه يعني مثلا صوص ابيض على صوص احمر، اللي هي الصلصه والصلصه بتاعت الزبادي والطحينه دي، والعيش المقرمش من فوق، والعيش اللي طري شويه من تحت، والحمص والتومه نفسها. يعني عايزه اقول لكم ان هي طعمها كان جبار جدا، كان حلو قوي قوي بجد. جربوها، يعني تنفع معاكم مقبلات، تنفع معاكم طبق رئيسي، اللي انتوا حابينه. الميكس نفسه طعمه رهيب يا جماعة بجد والله. يعني الوصفة زي ما احنا قلنا هي يعني شامية وكده، بس احنا كمصريين بنحب ان احنا نجرب وندوق ونشوف يعني، ونحط التاتش بتاعنا يعني. بس كده يا حلوين، اتمنى تكون كانت وصفة وخفيفة عليكم ولطيفة. ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.